السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مع حضراتكم مستر مصطفى سمير A teacher of English in a language school. ودي قناتكم قناة تعليمولوجي في تعليم اللغة الإنجليزية. درس النهاردة طبعا من الدروس اللي أنا نوهت عنها في الدرس السابق، في إن إحنا دلوقتي إزاي نعمل جملة معينة. طبعا لو أنا بتكلم عن حاجة واحدة مفرد فأنا لازم أحط قبلها أداة معينة. فإحنا طبعا عندنا بالنسبة لنا الأدوات اللي هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله اللي هي ال indefinite articles for singular nouns، معناها اللي هي الأدوات النكرة للأسماء المفردة. طالما اسم مفرد يعد يعني حاجة ينفع عدها، فأنا بستخدم معاهم أداة معينة اللي هي إيه الأداتين دول اللي هي الآ أو الآن. طبعا في درس النهاردة إن شاء الله هنعرف يعني إيه وآ وآن وإيه استخداماتهم إن شاء الله في درس النهاردة علشان خاطر نقدر نستخدمهم في الترجمة إن شاء الله. ويلا بينا على درس النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس النهاردة إن شاء الله زي ما اتفقنا إن هو ال indefinite articles for singular nouns، طبعا بمعناه الأدوات النكرة للأسماء المفردة. بالنسبة لنا الأدوات النكرة للدرس النهاردة إن شاء الله نتكلم عنه اللي هو آ أو آن. طبعا آ أو آن ده بالنسبة لنا بيساوي 1، فأنا عندي دلوقتي بدل ما أقول 1 حاجة معينة بس كلمة تعد فبحط آ أو آن. فإمتى إن أنا أحط آ وإمتى أحط آن؟ تعالوا نشوف الأول إمتى أشيل 1 وأحط آ، وآ معناها 1 وآن معناها 1. إحنا نتكلم دلوقتي على آ اللي هتساوي 1. طبعا لما نيجي نشوف أول كلمة 1 بن، فأنا عايز أحط آ، فقال لك نشيل 1 ونحط آ بن. طيب ليه حطينا آ؟ عشان خاطر أول حرف اللي هو حرف البي الساوند بتاعه أو صوته مش فاول، فأنا عندنا دلوقتي بشوف بأكد على الصوت، صوت حرف البي. الب ده مش حرف فاول، مش نوت فاول، فلازم اخد ا بن. تاني حاجة 1 book، فطبعا بتكون ا book. 1 pencil a pencil. 1 chair a chair. 1 door a door. طب بالنسبة لنا في الكلمات التانية، في كلمات بتبدأ بحرف من الحروف الفاولز، الاي والاي والاي والاو واليو. طبعا احنا بنركز في الساوند، الصوت، صوت الحرف. لو هو صوت من الفاول بنحط ان، يعني بشيل 1 واحط ان. زي 1 orange، فهنا حرف الاو، صوت حرف الاو من حروف الفاولز فبحط ان orange. تاني حاجة 1 owl، فطبعا هتكون an owl. 1 umbrella، فطبعا هتكون an umbrella. 1 apple an apple. 1 egg an egg. تعالوا نعمل تمارين بسيط جدا. put a or an to the singular noun. pen، هقول a ولا an؟ طبعا ب ده حرف مش فاول، مش نوت فاول، فطبعا هيكون a pen. تاني حاجة car هتقول a ولا an؟ طبعا هتكون a car. تالت حاجة owl هتكون a or an؟ طبعا هتكون an علشان owl، فطبعا ده صوت فاول فلازم اخد an. star a star or an star؟ طبعا a star. اللي بعدها books a books or an books؟ طبعا هتكون a books. ice cream a ice cream or an ice cream؟ طبعا هتكون an ice cream. طبعا عندنا how can we make a plural to the word؟ ازاي نعمل الجمع من كلمة لاسم مفرد بس الكلمة دي تعد؟ اول حاجة بحط الكلمة في اخرها اس، وطبعا لازم اشيل a or an او 1، لان a or an او 1 معناهم واحد، فما ينفعش اقول واحد واحط الكلمة اللي بعدها جمع. اقول مثلا واحد اقلام، فطبعا ما ينفعش، فلازم اشيل a or an او 1، فطبعا كل الكلمات احط لها اس. فبالنسبة لنا في اول، علشان لسه هنشوف دلوقتي امتى احط حاجة تانية، بس احنا هنخلينا نتفق ان اول حاجة بحط الاس. a pen، فطبعا هتكون pens، فطبعا شلت الاي وحطيت اس. فطبعا امتى بحط بقى الاس؟ لما اكون بتكلم عن حاجة جمع. طب انا دلوقتي بقول اقلام pens 2
pens، فلازم احط الاس لان هنا بالنسبه لنا في الانجليش الجمع بيبدا من 2 pens 3 pens وهكذا. a book طبعا هتكون books 2 books 3 books. an apple فطبعا هتكون apples 2 apples 3 apples. a boy هتكون boys 2 boys 3 boys. طبعا في حاجات تانية، حالات تانية بنحط es مش s بس. امتى اعرف او اكد على النقطة دي؟ لما ابص الاقي في اخر الكلمة بيكون اخرها ch او sh او x او s. نشوف في الامثلة. a bus اخر bus طبعا اخرها s، فطبعا هشيل الاي واحط es فتبقى buses 2 buses 3 buses وهكذا. a books فطبعا هتكون boxes 2 boxes 3 boxes. a watch هنا مش معناها يشاهد او يتفرج، دي معناها ساعة، فطبعا لما عايز اجمعها فبقول watches بحط الاي اس عشان اخرها ch 2 watches عشان طبعا 2 معناها جمع 3 watches وهكذا. a dish يعني طبق، فطبعا عايز اجمعها فبقول dishes، طبعا في الجمع بالنسبة لنا زي ما قلنا بيبتدي من 2 ف 2 dishes 3 dishes وهكذا. في حالات تانية، ايوه الحالة التالتة بالنسبة لنا اللي هو احنا بنشيل الواي وحط اي اي اس. بس امتى اشيل الواي واحط اي اي اس؟ لازم ابص الحرف الواي قبلها ايه. لو حرف الواي قبليه حرف مش فاول مش واحد من الخمسة بشيل الواي واحط اي اي اس. lady يعني سيدة، فانا عايز اجمعها اقول سيدات فاشيل الواي واحط اي اي اس، وطبعا هشيل اي عشان الاي معناها واحد، فطبعا هتبقى الجمع بتاعها ladies 2 ladies 3 ladies وهكذا. طبعا زي كلمات تانية لوري فطبعا هتكون lorries 2 lorries 3 lorries. ferry يعني معدية، طبعا ferries 2 ferries 3 ferries. طبعا في عندنا كلمات تانية بنقول عليها كلمات شاذة في الجمع، يعني مش بجمعها زي ما ان انا بحط الاس او اي اس او اي اي اس. some irregular plural nouns زي ايه؟ man يعني رجل، فانا قلت رجل واحد فحطيت طب عايز اجمعها فطبعا بجمعها بيكون من، زي مثلا 2 men 3 men وهكذا. woman يعني سيدة، طبعا جمعها women وطبعا زي 2 women 3 women وهكذا. child يعني طفل، طبعا في الجمع بتاع child children 2 children 3 children. sheep يعني خروف، طب انا عايز اقول خرفان هي نفس الكلمة sheep 2 sheep 3 sheep وهكذا. طيب في عندنا we don't count the uncountable nouns، في عندنا كلمات ما بنعدهاش ما ينفعش نعدها، زي ايه مثلا؟ يعني كلمات غير معدودة زي كلمة water يعني مية، ما ينفعش اقول 2 مية و3 مية، ما ينفعش. juice يعني عصير. meat يعني لحمة. milk يعني لبن، وطبعا رايس يعني رز. شوف درس نكمل مع بعض. make a sentence، عايزين دلوقتي نعمل جمل، ودي النقطة المهمة جدا ان احنا لازم نذاكر الحاجات القديمة كلها عشان كله مرتبط مع بعض وعلشان اقدر اعمل جملة بسيطة. انا عندي صورة اسد فانا عايز اعمل جملة بسيطة، فانا بقول ايه؟ it is a lion. ليه بقى هنا قلنا it؟ لان طبعا زي ما عارفين ان احنا خدناه في الدرس اللي فات ان it ضمير اللي هو او هي لغير العاقل، طالما مش عاقل مش انسان، خلينا بس نأكد على النقطة دي ان هو مش انسان فبقول it. طبعا قلنا مفيش فعل فانا بقول it is a lion يعني ده يكون اسد. طبعا عندي ولد، طبعا ولد يعني هو يعني يبقى he is a boy. قلنا حطينا ليه؟ علشان ده انا بتكلم عن حاجة واحدة بتتعد. طبعا عندي تفاحتين، تمام احنا اتفقنا ان تفاحتين يعني هم يعني حاجة غير عاقل بس للجمع فبيكون they، وطبعا they بتاخد are they are 2 علشان دول 2، وطبعا لازم احط للكلمة s they are 2 apples. اللي بعدها عندنا مثلا الصورة دي، فطبعا الاخ والاخت، فانا ممكن مثلا اقول we are happy لو انا مثلا موجود في الصورة فانا بقول we are happy، او ممكن اقول they are a boy and a girl. طبعا عندنا كتب كتير، طبعا طالما حاجة مش تتعد حاجة مش انسان وجمع فبقول they، فطبعا they بتاخد are they are
طب انا مش عارف العدد، فهجمع الكلمة عادي. they are books. عفوا هنا المفترض نحط الاس. they are books، يبقى هنا المفترض نحط الاس عشان خاطر دي جمع. طب هنا بنت، فاقول ايه؟ طبعا احنا عارفين اللي بنت بقول ايه؟ she is a girl عشان هنا عشان دي واحد. she is a girl. نكمل some adjectives. يا ريت بس نركز في بعض الصفات دي علشان هتساعدنا جدا في ان احنا نتكلم جمل بسيطة. tall طويل وعكسها short قصير. big يعني كبير عكسها small. good يعني كويس وعكسها bad. طبعا والالوان الكالرز، طبعا احنا خدنا الكالرز او عارفين الكالرز فهنأكد عليها برضو. طبعا ده اللون الاحمر red، اخضر green، ازرق blue، اصفر يعني yellow. طبعا عندنا صورة بنت، عايزين نعمل بقى جملة للبنت. البنت دي مالها؟ دي قصيرة، انا عايز اقول هي بنت قصيرة. نقولها ازاي؟ هي يعني ايه؟ she. طبعا she معناها ما عنديش فعل، هي انا عايز اقولها هي تكون بنت قصيرة، فانا هقول she is a عشان دي واحد short girl. she is a short girl. طب هنا ولد طويل شوية، فاقول ايه؟ طبعا ولد يعني هو he، يبقى he is زي ما قلنا اتفقنا لازم هي نحط معاها is عشان يكون، لان ما عنديش فعل تاني. he is a ليه علشان ده واحد. he is a tall boy. طيب انا عندي هنا صورة الاسد، طبعا الاسد هقول it is a big lion. طب عندي تفاحتين، ممكن حضرتك توقف الفيديو في النقطة دي وتشوف انت الجملة هتقولها ازاي. طبعا تفاحتين فبقول they are two apples، او اقول they are red apples. طبعا عندنا في جمل تانية عايزين نترجمها، يعني انا كاتب شوية جمل بالعربي نترجمها. نحن اولاد طوال القامة. نحن يعني ايه؟ we. وطبعا زي ما طالما ما عنديش فعل فبقول we are. طوال القامة tall boys. ايه اللي حصل هنا؟ انا هنا ما قلتش tall لان انا عندي boys جمع، فطبعا زي ما اتفقنا ان انا كلمة boys جمع ما ينفعش احط معاها يعني واحد، فطبعا لازم الجملة تقول we are tall boys. تاني جملة هي بنت طويلة، فطبعا she is a tall girl. عفوا هي دي المفترض girl مش boy. تاني حاجة هو ولد طيب، he is a good boy. اللي بعدها الأسد كبير، طبعا الأسد the lion طبعا اللي هي it، وطبعا it بتاخد is. the lion is big. هي بنت قصيرة، طبعا she is a short girl. طبعا آخر جملة هم ثلاثة أصدقاء. طبعا هم يعني إيه؟ هم إحنا قلنا طالما للجمع الغائب، جمع الغائب بيكون they بتاخد are. they are وتلاتة يعني 3، وأصدقاء friend هقول friend ولا friends؟ طبعا لازم أحط الاس. they are 3 friends. طبعا ده كان درس النهارده. يا ريت نأكد على النقط دي كويس قوي ونراجع الدرس كويس قوي، لان هو دلوقتي احنا ابتدينا في الشغل الجد ان انا بترجم الجمل واعرف اعمل جمل بسيطة. شكرا لحضراتكم، نشوفكم في المحاضرة الجاية ان شاء الله.